اخدك لماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده كابتن. اتفضل. ما هو الجديد في الزمالك النهارده؟ الجمهور. طبعا. الجمهور، وكان عامل ملحمه عشان احمد رفعت الله يرحمه. خلي بالك نادي الزمالك جمهوره قال لك انا مش رايح تاني. ما زي ما المجلس رجع في كلامه الجمهور رجع في كلامه، بس الجمهور رجع في كلامه لسبب. اول سبب هو كان قبل موضوع وفاه احمد رفعت، ان اتضحك عليه في الكونفدراليه. ان هم حسسوه ان هم عملوا حاجه ما حصلتش في التاريخ، ان احنا دخلنا الكونفدراليه، ان ده انجاز واكبر انجاز. فاتضحك عليهم فقال لك هنيجي من الماتش اللي جاي. ده الكلام ده من يومين ثلاثه بعد ما اعلنوا ان عملوا مفاوضات مع خالد بوطيب، وما هي دي المساومه. هو ده الضحك على الدقون. انت شايف ان اداره نادي الزمالك اختلف ادائها بعد في الفتره اللي فاتت كابتن؟ اختلف ادائها ازاي؟ اختلف ادائها في التعامل مع الملفات، التعامل مع الجمهور، التعامل مع المباريات، ولا الامور لا هي مساومه. هندخلك الكونفدراليه. ما انا عايز افهم يعني ايه كلمه مساومه. ما بص، هتخش الكونفدراليه انسى ماتش الاهلي، واخد بالك؟ هتلعب سيراميكا. انت لعبت سيراميكا بناء على ايه؟ في بند من البنود الاربعه اللي هم اصلا بنود هايفه جدا اتنفذ. انت عارف لو في بند اتنفذ اقول لك بند اتنفذ. ايوه ما انا بكلمك. انت رجعت على انهي اساس؟ ما هو انت ترجع لما مثلا بندين اتنفذوا. في بند انا هعذرهم فيه اللي هو بتاع بريرا ده. ليه؟ لان بريرا فاضل له ايام ويمشي. لو انت مشيته دلوقتي هيقول لك الشرط الجزائي. صح؟ فده اللي ممكن تستثناه، وهم المفروض ما كانوش يطلبوه. يعني انت من وجهه نظرك ان ما فيش اي تاثير حصل في المسابقه، او حتى ضوء اخضر ابتدى يولع بخصوص موقف نادي الزمالك بعد ما حصل ده، ان هم اخذوا موقف، فبالتالي كل الانديه ابتدت تتكلم ورا نادي الزمالك، كل الناس ابتدت تعلق على البطوله والمسابقه والتحكيم. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت؟ لا. يعني في الاخر المقاولين عامل ايه؟ مقدم كام؟ والسيراميكا مقدم كام بعد الكلام ده؟ في التحكيم كل واحد عامل كام بيان؟ خدوا باي بيان؟ خدوا ببيان نادي الزمالك؟ حلوا اي مشكله؟ قول لي. في اي حاجه؟ هو ضحكوا على جمهور، والجمهور عاطفي، جمهور الزمالك عاطفي. فقال لك الكونفدراليه. هل الكونفدراليه دي هيروح بيها كاس عالم للانديه؟ كلمني. لا. طيب يبقى اذا هو انت كنت ضامن نادي الزمالك يروح كاس عالم انديه؟ انه ياخد لا انا انت عايز يخش دوري ابطال وينافس يعني انت لا انت الموت اللي انت بتموته ده عشان ان انت تخش الكونفدراليه واتساومت، وقالوا لك ان خالد بوطيب، وسمعنا كلام ان المهندس هنا ابو ريده اتدخل وكلم ما اعرفش مين وخلص. ما هو كل ده كلام متفق عليه ان في اخر لحظه نعمل كده عشان نجيب جمهور الزمالك تاني. وللاسف الجمهور بلع الطعم وجه. ان هم مفكرين ان الكونفدراليه دي حاجه كبيره، وحاجه لا، حاجه كبيره لو هي هتوصلك كاس عالم للانديه. ما هي حاجه كبيره للزمالك الفتره. طب عملت بيها السنه دي؟ خدت الكاس وحطيته في البطوله، في الدولاب. ماشي بطوله. ما كانش جمهور الزمالك يتوقع البطوله الاقوى. هقول لك حاجه، البطوله الاقوى. عارف ان الدوري والسنه دي صعب جدا على الزمالك انك تاخد بطوله اصلا. يا عم انا اصلا قايل لك من البدايه لو دخل المربع الذهبي يبقى عمل انجاز. صح. حصل. صحيح. انا بتكلم على البطوله بقى اللي انت عملت فيها في وقت، مع ان انا قلت لك هنا ومعاك ومع اسلام، قلت لكم ايه؟ انا عايزه يلعب، مش عايزه ايه؟ انت كنت عايز الزمالك يلعب الاهلي. طيب قال لك هناخد الموقف ده وهنكمل، وطلع الاستاذ احمد سالم الراجل المحترم اللي هو يعني طلع وقال لك نقطه ومن اول السطر مفيش لعب، مش هنلعب الا ما الماتشات بتاعت الدور الاولاني لكل الانديه تلعب. صح؟ لعبوا مين ما الزمالك لعب بعد كده. لا انا بسالك، انا الزمالك لعب. ما خلينا واحده واحده. لما قال مش هنلعب الا لما الفرق كلها تلعب الدور الاولاني. لا الفرق ما لعبتش. لعبت. الزمالك لعب، هو اللي لعب. طب ده مطلب اتحقق؟ لا. طيب الراجل اللي هو طلع واتكلم بطريقه سيئه على نادي الزمالك، خدوا معاه موقف لغايه دلوقتي؟ ده النادي الاهلي هو طلع قال في استثناء مش عارف ايه، بعديها ب5 دقايق الدنيا هاجت عليه، قام جاي عامل مداخله تاني مع نفس الراجل وقال له انا ما قلتش الكلام ده.
طب ما على فكره نفس الشخص اللي انت بتتكلم عليه من خلال كلامه عن نادي الزمالك قال لك لو كان في سوء فهم انا بعتذر لنادي الزمالك، وده حصل معانا هنا اللي هو ثروت سويدة. انا مش هقول اسماء أنا وماليش دعوه، انا بكلمك هل ده يبقى مسؤول؟ تثق لو في فهم تثق غلط سيبك من دي، انا بكلمك على هو طلع وقال في استثناءات بالنسبه للاعيبه المنتخب الاولمبي وكذا، نزل بوستين على المواقع، عمل مداخله تاني. ده راجل انت لسه جاي من الحج، انا كل الكلام ده ما يلزمنيش، ده بالنسبه لك انت راجل جاي لسه من عند ربنا ولسه بتقول يعني ده احنا رجل جوه ورجل بره يا عم فاروق. انت خايف من ايه؟ بالمركز اللي انت وصلت له وعندك الحصانه والكلام ده، خايف من ايه؟ ما تقول حق ربنا. يبقى انت كده تثق في اي حد في اي قرار؟ طبعا صعب. طيب هطلع لفاصل كابتن. قبل الفاصل بقى ما تستنى اكمل كلامي وبعدين نطلع فاصل. لا لسه ما خلصتش كلامي. طيب قول لي ايه اللي انت عايز تضيفه تاني في النقطه دي؟ لا في النقطه بقى سيبك من دي بقى، خلينا ما لعبتش ماتش الاهلي ليه؟ سبب مقنع اللي واضح خلاص للجميع ان كان في تخوف انك تلعب الاهلي في الوقت ده، خوفا من انك تتغلب. طيب لعبت ماتش سيراميكا ليه؟ طالما انت خايف من الاهلي خفت. لا ده هو اللي يعني واضح خلاص. ما هو لا ما بص ليه فلعبت سيراميكا؟ لا هو ده اللي انتوا بتقولوه، انما حتى كمان طب ما هو خلي بالك اصل الشيء المقنع انك انت عملت شيء. طب ما تقولش ليه جمهور الزمالك انك تكسب الدور الاول، فانت متخوف انك ده الدور الثاني تتغلب، فيبقى مين اللي يتغلب؟ الزمالك مثلا. ما الاهلي في الحاله دي، في الحاله اللي كان فيها دي. لا انا بكلمك ممكن لا هو الموضوع بعيد عنكم خالص. منطق الاهلي يعني بعيد. لا الاهلي المجله حتى بتاعته عملت بوست تاريخي. هو الهروب مش من نادي الزمالك، الهروب عشان ان انتم ما تقابلوش بيراميدز في التوقيت ده الهروب الكبير بقى. يعني الناس اللي كتبت البوست ده مين اللي هرب؟ النادي الاهلي، ان هو ما قابلش، ده الهروب الكبير بقى، ان ما قابلش بيراميدز في التوقيت ده. طب احنا نعمل ايه؟ مش في جدول محطوط؟ مع الجدول محطوط بقى بالتفاصيل لا يا كابتن، ما هو ده معنى البوست، ده معنى البوست، ان هو خلاص احنا خلصنا ماتش الزمالك بس احنا الجمعه الجايه مين؟ ماتش الاهلي وبيراميدز. ماشي بس يبقى احنا مش طالعين يوم الجمعه، نطلع السبت نعلق على الماتش. ماشي اطلع لفاصل. يطلع